بجد يا جماعة بانتهاء أحداث مسلسل وعود سخية اللي أنا ما كنتش أتصور إن في مسلسل يجي في رمضان يخلص في نص شهر رمضان، يعني أنا ما كنتش مستوعباه أبدا، وقلت إيه الهبل ده بجد. يعني أنا اتندمت إن أنا شفته والله العظيم. يعني أنا يعني ناس كتير قالوا لي إيه ده أنت بتتفرجي على المسلسل ده؟ قلت له لا، بيشد انتباهي على البنت المظلومة اللي هي فعلا حنان مطوع نجحت في النص الأولاني منه بس، اللي هي في أداء الدور البنت الغلبانة الدنيا ظلمتها وكسرتها، وكانت فعلا قدرت تجسد الدور ده. انما لما جت تتحول لدور شخصية اللي بتنتقم اللي بتدلع علشان تاخد حقها ومش عارفة ايه، فعلا كانت فاشلة جدا. كان الدور مش لايق عليها تماما تماما تماما. الدور اللي هي وهي بتدلع علشان تاخد حقها ما كانش جاي عليها الدور، هو لايق عليها الدور ده، دور شخصية البنت اللي اتظلمت الغلبانة الشقيانة، كان لايق على حنان قوي قوي. انما لما جت بقى تتحول وتلعب دور المدلع، بصراحة كنت عايزة اقول لها يعني كانت المفروض ترفض. مين عطاها الدور اللي زي ده؟ كانش لايق عليها ابدا، وكان دور تقيل قوي عليا وعلى ناس تانية كتير. يعني قالوا لي انت ازاي مستحملة تشوفي؟ قلت عايزة اشوف احداث المسلسل يخلص على ايه. ان هي قررت تنتقم من كل اللي ظلموها وكده، وطلع في النهاية ان هي غلطانة. بس ايه العبط اللي حصل ده بجد؟ يعني انا بشوف احداث مسلسل كأنه فيلم هندي قديم، او فيلم كرتون عبيط. ايه ده؟ ايه ده؟ وهي ماشي، هي عرفت ان دي ليها حكمة، ان هي في النهاية ان الانتقام مفيش منه فايدة، وان كان احسن حاجة ان هي كانت محتاجة حد ان هو يقف جنبيها ويساندها، وعلشان ما تنتقمش من كل الناس دول اللي هما ظلموها. كانت احسن حاجة. كانت عايزة حد يساندها، ان هي خسرت بنت امها ناس كتيرة قضت عليهم وماتوا. هي وفي النهاية ندمت وعرفت الحقيقة ورجعت لربنا وتابت على اللي هي عملته. بس احداث المسلسل الهبل ان هي، يعني هو لما جه منصور حبيبها ورايح ينتقم من حمادة اللي هو خانه، صاحبه اللي هو خانه وكده، فلما قال له دي سخية اللي عملت فيك كده، طب ما انت اتفاجئت ليه؟ ان هما في اخر حلقة مبين لنا ان هو منصور يا عيني تفاجئ لما حمادة قال له دي سخية هي اللي صورتها. طب ما انت كنت اي في حلقة قبل كده قايل لها لو انت اللي عملتي كده وصورتيني ونزلتي الفيديو اللي هو بيتضرب في الشارع، طيب انا مسامحك، وانت عامل فيها اللي ما يعمل، وانت اللي سبب مصيبتها وكارثتها في الدنيا دي كلها. فانت يعني جاي تقرفنا ليه؟ ما انت عارف من الاول خالص انه بيتفاجأ وان هو جاي. يعني بص احداث الهبلة، يعني انت جاي في النهاية تيجي تقول انا آه انتقم منها لدرجة انه حب عمره واللي هو كان بيسامحها على كل البهدلة والتهزيق اللي كانت بتهزقتهوله في المسلسل كله، اللي يعني نفخونا منه. وجاي الوقت تسامحها عادي، وفي النهاية على هبل وعبط كده انه تفاجأ فقرر ينتقم وان هو يقضي عليها. قال له وايه الضحكة العبيطة اللي هو كان في المسلسل لما هي اتفاجئت بيه وكده وبتقول له بقى الحقيقة يلا نهرب ونرجع. انا قلت بقى ما هيصدق، فلقيته يعني ضحكة هبلة كده. والله العظيم الضحكة لغاية دلوقتي دي انا ما فاهمة كان معناها ايه. انا خفت منه وهو بيبتسمها، مش فاهمة مغزاها، يعني انا مش فاهمة مغزاها. وهي بعد ما قضى عليها كده وضربها زي ما شفته هو بكى. وهو بصوا مسلسل او فيلم قديم مهبل. عارف الاحداث اللي هي بيحطوا قص ولزق قص ولزق عبط في هبل. انا بجد ما كنتش اتوقع مسلسل يبقى احداثه كده. انا عارف ان هيحصل العبط ده بجد بجد، انا ما كنتش هتابعه. ناس كتير قالوا لي والله ازاي بتتفرج؟ قلت لهم يا جماعه لا لا اكيد في قصه. مع اني يعني ايه ما كنتش طايقه الدلع المرئ اللي هي بتحاول تبينه يعني وكده، ما كانش لايق عليها الحته دي. بس قلنا يمكن نشوف احداثه ايه. وفي النهايه انتهى بهم وغم وحرق الدم.
وفي نص شهر رمضان. يعني الواحد بيقول يا رب احنا عايزين كده ننبسط وننشرح صدرنا في شهر رمضان ويصلبوا صدورنا، فجاهم قفلوها وقفلوها علينا وفي وشنا، وجم جابوا لنا هم كده. ايه حرقة الدم دي؟ يعني مش مستحملين حرقة دم من المسلسل، احداث عبيطة كده. لا، ده في النهاية آه، راحت انتهى بموتها في نص المسلسل. انا والله العظيم انا كنت عارفة من الاول خالص، يعني بعد كام حلقة كده، ان هي نهايتها مش هتبقى كويسة. مش على خير. كنت عارفة ان هي هتموت والله العظيم، بس ما كنتش متصورة بالسرعة دي وبالنهاية الهبلة دي. انا عندي كان يقبضوا عليها اي حاجة، تعتبر ان ده حلم بقى، بما ان الاحداث كلها عبط، تعتبر ان ده حلم وان هي فاقت منه، وكل ده كان في خيالها، الانتقام من الناس دي كلها، من فهيمة والناس التانية دول مجرد خيالات او حلم وخلاص، وان حد هيفوقها ويرجعها عن الطريق اللي هي ماشية فيه. هيبقى مقبول، هيبقى حرقة الدم اقل شوية. انما بالعبط اللي حصل ده بجد، انا لا، انا ندمت ان انا شفت المسلسل ده. انا بتكلم من وجهة نظري، في ناس تانية برضو اكيد وجهة نظرها هتتفق معايا. لا يعني انا ما استحملتش بصراحة لما شفت الحلقة والمسلسل. لا، هو فكرته حلوة في النهاية كفكرة، مش احداث مسلسل وكده، ان هو الانتقام ما فيش منه فايدة، واي حد ظلمك انت ما ينفعش تاخد حقك بدراعك. احنا بلد قانون، ما ينفعش تاخد حقك بدراعك. انت فوض امرك لله، وهو اللي هيخلص الحقوق وهيجيب لك حقك تالت ومتلت وهيرضيك. انما مش ان انت تاخده بدراعك، لا، مش فتوانا وعافيانا. بس بجد احداث المسلسل كان بشع قوي، يعني في الاخيره بالذات، الاخيره دي قضت علينا خالص. انا والله يعني مكسوفه. الناس اللي كانوا بيقولوا لي انتي ازاي بتتفرجي عليها وكده، كانوا بيقلصوا عليا، والله انا والله العظيم مكسوفه اوريهم وشي. والله مش عارفه يقولوا لي ايه. بجد انا غلطانه. انا بعتذر لنفسي على حرقه الدم اللي انا كنت بشوفها في الدلع المرئي اللي كانت بتحاول تجسده. حنان كانتش لايقه عليها خالص. كاريزما حنان ما ينفعش عليها الدور التاني ده، يليق عليها الدور الاول، البنت الغلبانه المظلومه كده. انما الشخصيه التانية لا، وعود سخيه وعدتينا وحرقتي دمنا فعلا. لا لا، انا اتمنى ان هي متعملش الدور ده تاني. في وجهة نظري المسلسل لا، مش حلو خالص خالص.